طبعا شفنا مع بعض هذا التقرير وشفتوا مدى المعاناة، وطبعا تابعته لما عربيتين بيقابلوا بعض بيمشوا ازاي. خدوا بالكم ده طريق رئيسي وطريق بديل لطريق مصر الاسكندريه الزراعي. انتوا عارفين معنى كلامي ولا لا؟ ممكن اللي مش ساكن في المنطقه دي او اللي بيمر منها بالصدفه ما ياخدش باله قوي، لكن اللي بيمر بقى من على طريق مصر الاسكندريه الزراعي وبيكون فيه ازدحام مروري مفيش قدامه غير انه يمشي من مزلقان زكي. ما هو احيانا الطريق بيقفل، انتوا عارفين الوصله اللي من شبرا لبنها بتقفل في اوقات كتيره جدا جدا، فما فيش حل او في طريق بديل يمشي منه غير مزلقان زكي. احنا معانا دلوقتي احمد بيه عصمت، طبعا سكرتير عام مساعد محافظه القلويه. احمد بيه اهلا بيك. اهلا بيك فندم. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اهلا بيك. دلوقتي بشكرك طبعا على تدخل حضرتك بصفه شخصيه، حضرتك طبعا والمهندس محمد عبد الظاهر في ان المقاول يستكمل الاعمال. صوت سعادتك بس بعيد. بقول لحضرتك بشكرك طبعا على ان حضرتك تدخلت، وحضرتك والمهندس محمد عبد الظاهر، في ان ضروره ان المقاول يكمل. لا طبعا شكر طبعا لمعالي محافظ القليوبيه المهندس محمد عبد الظاهر على طبعا اهتمامه بالمشروعات اللي هي ذات الطابع القومي اللي بتحسس المواطن، بتخفف عن المواطن طبعا، لان شغله الشاغل عمليه ان هو بيخفف عن المواطن. هدفه الاول ان هو التخفيف على المواطنين في محافظه القليوبيه. فسعادتك يعني هو طبعا كان اهتمام المهندس محمد عبد الظاهر بالمشروعات دي، ويمكن المشروع بتاع ميدان المؤسسه ده طبعا مشروع حل مشاكل وجه البحر بالكامل، وكان عندنا مشروع متوقف من اكثر من 5 سنوات اللي هو مزلقان نفق مزلقان زكي. طبعا كان في تعثر من قبل شركه مساهمه. انا بس عاوز اوضح للمشاهدين، انا بشكرك ليه يا استاذ احمد؟ انا بشكر حضرتك لان كان المقاول بيلم خلاص عدته وماشي، وحضرتك طبعا كلمته وانا كنت موجود عند مزلقان زكي واجبرته على انه هو يكمل الاعمال. وطبعا دي كان يعني برضو انا بقول لحضرتك ينسب الفضل لاهله. يعني يمكن السيد المحافظ لما قال لما انا عرضت عليه المشكله وقلت له ان المشكله متمثله في عدم سداد مستحقات المقاول من قبل شركه مساهمه البحيره، ترتب عليها طبعا ان هو قال لا، انا اللي هينفذ الشغل انا هصرف له الفلوس. فطبعا انا مش صاحب قرار السيد المحافظ، وده قرار جريء اللي احنا اعتدناه منه على اساس ان يعني بيحل المشكله في وقتها، يعني بيكسر عمليه الروتين. فطبعا هو ادانا التعليمات بان يتم صرف المبالغ المقاول عن الاعمال اللي بيتم بيها واحنا بنشوفها وبيشرف عليها الاداره العامه لصرف القليوبيه. تمام. طيب المقاول اوعد ان هو يسلم النفق ان شاء الله المقاولين العرب قبل العيد الكبير، هل دي فتره كافيه ان شاء الله يلحق؟ هو المقاول، انا اقول لحضرتك يعني انا طبعا اتفاجئت بان المقاول لما قال لي انا بلم العده، وانا قلت له تعليمات السيد المحافظ ان احنا نصرف لك المبالغ، فيمكن قال لي كلمه، قال لي من طالما ان دي اتجاهات السيد المحافظ لو هبيع ارضي وما املك فانا صحيح. لازم هنفذ. وقال لك لو هبيع عربيتي. يعني دي كلمه قالها لي المقاول. وانا يمكن بقول لحضرتك يمكن التصرف من سياده المحافظ في لحل هذه المشكله طبعا تصرف جريء، مش اي حد ممكن ياخد قرار زي ده معاليك يعني، لان طبعا احنا الهدف كله انهاء مشروعات المحافظه، وده مشروع من المشروعات اللي لا اصل خلينا بس يعني نتحدث ونتكلم بكل صراحه. احمد بيه مزلقان زكي ده مش بيخدم قريه واحده، ده بيخدم اكتر من 50 قريه، وبيخدم كل المره على طريق اسكندريه الزراعي. الوحده المحليه بمركز كوخ شرق وغرب السكه الحديد والطريق السريع. تمام. بدايه الوحده المحليه بنمول وسنهره والناصريه، كل كفر الحصافه، جميع قرى الوحده المحليه بنمول والوحده المحليه بمستهر بيربطها بالوحده المحليه بترسا، بيربط الشرق وبيخدم برشوم والعمار وكل المناطق دي كلها، كل المناطق سعادتك ده وطنط الجزيره بيعمل سيوله وبيمنع الحوادث نهائيا، يعني بتمنع الحوادث نهائيا في 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 المكان ده. تمام. نتمنى ان شاء الله باذن الله متابعه حضرتك وانت توعدنا وانت معانا في البرنامج يعني. لا الحمد لله ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله
باذن الله ان شاء الله، باذن الله بنوعد سعادتك باذن الله ان يعني ان شاء الله احنا متابعين وعلى استمرار، احنا موجودين في الموقع العمل يعني. شكرا.